السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات الفريلانس. في الفيديو ده هنتكلم عن الخدمات المرفوضة او ليه الخدمات بتترفض على منصة خمسات. مبدئيا خلينا نعرف ان منصة خمسات اصلا عاملة مقالة او عاملة زي موضوع وكاتبة فيه المخالفات بتاعة الخدمات واللي بناء عليها بيتم رفض الخدمة اصلا. بس هل معنى ان جالك اشعار او ميل من منصة خمسات بيقولوا فيه ان تم رفض خدمتك على خمسات ان هي دي النهاية؟ لا بالعكس، لازم الاول نفهم المخالفات بتاعة الخدمات عبارة عن ايه علشان نقدر نتلافاها وتقدر الخدمة بتاعتنا تنزل بشكل كويس وبشكل مضمون على المنصة. ولازم كمان تبقى عارف ان منصة خمسات ممكن ترفض خدمتك علشان هي مش عايزه لبس يحصل بينك وبين المشتري اللي اشترى منك الخدمه بناء على تفاصيل غير واضحه انت ما كتبتهاش في الوصف او في الخدمه بتاعتك. علشان كده من البدايه منصه خمسات لما انت بتنزل خدمه جديده على المنصه على حسابك، منصه خمسات اوريدي بتراجع الخدمه دي وتشوفها فيها اخطاء او مخالفات ولا لا، وبناء عليه بتوافق على نشر الخدمه او رفضها، وبترفق مع الرفض اسباب الرفض ايه علشان تعالجها وترجع تنشرها مره تانية. فخلينا نعرف في الفيديو ده المخالفات اللي بناء عليها ممكن الخدمه بتاعتك تترفض بحيث تتلافاها من البدايه. وابسط مثال على كده الخدمات الغير محدده، يعني مثلا لو هنقول انت شغال في مجال الكتابه ونزلت خدمه على خمسات بتقول ان انت هتكتب مقاله لكن ما حددتش عدد الكلمات في المقاله دي قد ايه وبسعر ايه والعميل هيستلم الشغل ازاي، الملف نوع الملف اللي هيستلمه العميل عباره عن ايه. كل الحاجات دي لو مش مكتوبه ومتحدده في الوصف بتاع الخدمه بتاعتك، بالتالي خمسات هترفض خدمتك وهتوضح لك ان انت لازم توضح الحاجات دي للعميل بحيث العميل لما يشتري يبقى عارف هو هيستلم ايه وبناء عليه. تاني حاجه، انت كبائع ما ينفعش تطلب من المشتري وتكتب له في وصف الخدمه انه محتاج يشتري الخدمه دي اكتر من مره، زي مثلا نشتريها مرتين او ثلاثه علشان بدل ما يكون سعر الخدمه $5 ان سعر الخدمه $15 في حاله ان انت ما بتعملش الخدمه اقل من $15. بس مش دي الطريقه الصحيحه ان انت تعمل بيها كده. انت بتكتب سعر الخدمه $5 عادي وبتجزأ الخدمه بتاعتك وبتقدم بس جزء بسيط من الخدمه مقابل $5 وبتضيف في تطويرات الخدمه الاجزاء الثانيه الاضافيه اللي تقدر تزود بيها هامش الربح بتاعك وتزود الاسعار زي ما انت عايز في القسم الخاص بتطويرات الخدمه. برضو خمسات ما بتحبش الجمل المبالغ فيها زي مثلا افضل عروض حصريه لفتره محدوده. الحاجات دي خمسات ما بتحبش ان انت تكتبها في وصف الخدمه او في عنوان الخدمه نفسه، وممكن بناء على السبب ده يترفض خدمتك لحد ما تعدلها. برضو ما ينفعش تستخدم الرموز او الايموجي في العنوان بالذات او ان انت تستخدمها في الوصف كتير. برضو لازم تعرف ان خدمتك هتترفض على خمسات لو انت مش منزل في معرض اعمال الخدمه بتاعتك صور او حاجات معبره عن اللي انت بتعمله في الخدمه ايه، لان العميل لازم يشوف نماذج انت عملتها قبل كده وبناء عليه بيشتري الخدمه بتاعتك. فخمسات حريصه ان انت تضيف صور في معرض الخدمه بتاعتك. برضو لازم تبقى عارف ان خمسات ما بتحبش الصور اللي جودتها قليله او الصور اللي متاخده بشكل عام من الانترنت زي الصور الخاصه بلوجوهات الشركات العالميه ان انت تحطها في وصف الخدمه او تقول ان انت شاركت في حاجه زي كده، لانه مش منطقي. وخمسات بتقدر تتعرف على مصدر الصوره وبالتالي بترفض خدمتك على طول. برضو خدمتك ممكن تترفض لو انت حاطط في وصف الخدمه بتاعتك وسيله بتطلب منها او بتطلب من المشتري انه يتواصل معاك بشكل ما خارج المنصه، زي ان انت تضيف الايميل بتاعك او احد حساباتك مثلا على السوشيال ميديا في وصف الخدمه. كل ده ما ينفعش وخمسات بترفض الخدمه وبتطلب منك انه ده ما ينفعش ولازم تشيلها. واول ما بتشيلها وبترجع تقدم تاني خلاص الخدمه بتتوافق عليها بسهوله مفيش مشكله. دي كلها كانت مخالفات منصه خمسات حطاها علشان انت تراعيها وتتلاشاها من البدايه وانت بتقدم الخدمه بتاعتك. خليك عارف ان منصه خمسات عندها فريق خدمه عملاء ممتاز جدا متفهم بياخد ويدي معاك في الكلام. لو انت الخدمه بتاعتك اترفضت بيجي لك ميل تقدر ترد على الميل ده وتوضح وجهه نظرك لو انت الخدمه بتاعتك ما فيهاش اي نوع من المخالفات اللي احنا قلناها او اللي منصه خمسات كاتباها في شروط الاستخدام الخاص بالمنصه. لما بتدخل عليها بتلاقي الصفحه بتاعت مخالفات الخدمه، بتقراها كويس وبتدرسها وبتشوف المخالفات دي وبتحاول تتلاشاها. بترجع لخدمه العملاء وبتتكلم معاهم وبتعرض وجهه نظرك وهم كمان بيعرضوا وجهه نظرهم. الناس هناك محترمين جدا وبيتفهموا وجهه نظرك لو تاكدوا ان وجهه نظرك صحيحه ومظبوطه. وفي النهايه لازم تبقى عارف ان منصه خمسات عامله كده علشان تحفظ حقك كمستقل او كبائع او كفريلانسر، وكمان تحفظ حق المشتري بحيث ان كل حاجه في الخدمه تكون واضحه وما يكونش فيه خلاف على نقطه واحده في الخدمه. لو وصلت لحد هنا وحابب تتعلم اكتر عن منصه خمسات وازاي بنشتغل وبنكسب من منصه خمسات ومستقل وغيرها وباقي المنصات، اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجايه. وفي النهايه حابب اقول لك بالتوفيق ليك يا صديقي وسلام.